السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ النهاردة جايين كده بوصفة خفيفة ولذيذة. هقول لكم عليها دلوقتي. طبعا الجو حر، احنا عايزين نعمل أكلات خفيفة عشان خاطر طبعا الأكل ما يحميش على صدرنا، والجو أصلا مش مستحمل ان احنا ناكل حاجات تقيلة. فاحنا هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده وراك فراخ في الصينيه بالتوابل وبالاعشاب اللي انا هعملها دلوقتي معاكم، وهقول لكم على الخلطه اللي انا بعمل بيها الفراخ بتاعتي. وهنعمل جنبيها شويه رز ابيض، يا اما رز بشعريه. الاكله دي خفيفه جدا وجميله جدا. عايزه تحطي معاها بطاطس حطي، مش عايزه تحطي بطاطس خلاص، هي كده حلوه جدا مع شويه الرز وشويه السلطه تبقى جميله. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هقول لكم اهو دلوقتي مع بعض. بصوا احنا معانا ايه مع بعض اهو. معانا الوراك، هنعمل وراك الفراخ بالطماطم وبالبصل وبالايه بالتوابل والاعشاب. ايه بقى الخلطه اللي احنا هنستخدمها؟ احنا معانا هنا اهو، معانا بصل متقطع مكعبات، معانا طماطم متقطعه مكعبات، معانا فلفل اخضر رومي وفلفل حراق اللي هو الفلفل الطويل. طبعا لو انتوا بتحبوا الحراق استخدموه، ما بتحبوش الرومي ايه هيسد مكانه. وطبعا معانا هنا الوراك بتاعتنا هي مغسوله ومتنضفه وزي الفل، وهقول لكم دلوقتي انا بغسلها ازاي. وحط عليها فلفل اسود طبعا عشان الزفاره. اي فراخ بستخدمها او بعملها بحط عليها قبل ما بعملها شويه فلفل اسود. ومعانا بقى التوابل بتاعتنا اهي. معانا فص قرنفل او مسمار قرنفل يعني، ومعانا 2 مستكه، ومعانا 3 حبهان و3 كوبي باسيني، ومعلقه كبيره ماجي بودر او اللي هو شوربه الدجاج اللي هي البودر، ومعانا معلقه زعتر صغيره، ومعانا 3 أو 4 ورقات لورا. وطبعا معانا الصينيه اللي احنا ايه هنعمل فيها الحاجه بتاعتنا، وهنحط طبعا ملح وفلفل. وبصوا بقى هنعمل ايه مع بعض اهو. هنبتدي بقى نعمل الخلطه بتاعتنا. هحط طبعا على البصل بتاعي شويه فلفل كده كتير، طبعا الفراخ بتحب الفلفل الاسود كتير. وهنحط معلقه ملح كده كتير كبيره، بس نحاول ما نكترش ملح عشان خاطر احنا حاطين ايه الماجي البودر. تمام. اول حاجه بقى هنعملها ايه؟ معايا البصل اهو، عليه الملح والفلفل، وعليه ومعاه الطماطم، ومعاه الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر. وعلى فكره ان احنا ممكن نستخدم الفلفل الالوان فيها في الوصفه دي، بيبقى حلو جدا. وبصوا بقى هنعمل اول حاجه خالص ايه في الاكله بتاعتنا دي. هنقلب بعد ما هندعك البصل بالفلفل الاسود، هنقلب كل التوابل دي مع بعض او كل الخلطه دي مع بعض والخضار يعني. بصوا هندعك كده البصل، هندعك كده البصل جامد، ننزل كل الميه بتاعته وننزل كل العصاره اللي فيه، عشان الخطوه دي بتفرق جدا في الاكل بتاعنا، وبتفرق في طعم طبعا الطبخه اللي احنا ايه بنعملها. نقلب كده جامد، ننزل كل الميه بتاعته اهي اهي. طبعا احنا ايه بنعمل بايدينا، احنا طبعا في بيوتنا كلنا بنستخدم ايدينا عشان محدش يقول ايه جلافز ومش جلافز. انا ما بلبسش جلافز لان انا اللي بعمل في البيت وانا اللي عيالي بياكلوا. بصوا بقى نقلب الفلفل كده ونديله ايه فلفل اهو مع البصل، نديله تقليبه كده مع البصل. وبعد كده هنقلب بقى كل الايه الحاجه مع بعض، الخضار اللي هي الطماطم بقى. وزي ما قلت لكم ممكن نعملها بفلفل الوان وممكن نعملها بفلفل اخضر او فلفل رومي بس. بصوا هندعك كده الطماطم بتاعتنا كده، ننزل كل العصاره اللي فيها كده اهو. الفراخ دي بتبقى حلوه جدا، والصوص بتاعها ده بتغمسيه بالعيش، لا اما بتاكليه على الرز بيبقى حلو قوي قوي. ولو هتحطي معاه بطاطس بيبقى تحفه، بيبقى حلو جدا. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي احنا حاطيناها اهي، اللي هي 3 كوبي باسيني، 3 حبهان، معلقه صغيره زعتر، معلقه كبيره ماجي بودر، فص قرنفل، 3 ورقات لورا، ومعانا 2 مستكه. طبعا هناخد المستكه هنحطها في ارضيه الصينيه كده اهي، وهناخد بقيه التوابل كلها على الايه على الخلطه بتاعتي. نديها تقليبه كده حلوه عشان كل الحاجه ايه تدوب مع بعضيها كده والماجي تدوب. الفراخ دي تحفه، الفراخ دي على طريقه امي الله يرحمها يعني، كانت بتعملها لنا على طول.
بصوا بقى هنعمل ايه. هناخد الكوبيبه الصيني اهي، نحطها برضه في ارضيه الصينيه، وهنحاول كده نطلع الحبهان. هنلاقيه دلوقتي واحنا شغالين. هنحطه برضه في ارضيه الصينيه بتاعتي عشان ما يجيش طبعا في بق حد وهو بياكل، وعشان طبعا لما بيبقى في ارضيه الصينيه بتاعتي بينزل كل العصاره بتاعته والطعم بتاعه. ممكن بقى تحطي في ارضيتها بطاطس زي ما قلت لكم. ادي الحبهان اهو، ادي 1 2 اهو. مش مشكله بعمل التالت، مفيش مشكله. هنعمل بقى ايه. هناخد الفراخ بتاعتنا او الوراك اهي، نقلبها كده في الخلطه دي، نتبلها كده تمام، ونحط بين الجلد، نعمل لها مساج كده محترم، ونحشي كده بين الجلد ايه من الخلطه دي اهي، ونروح حاطين في الصينيه بتاعتنا. بصوا بقى هناخد ايه. هناخد معانا الورك التاني اهو. طبعا انت بتعملي الوراك على عدد ايه الاسره بتاعتك، او على حسب ما انتوا بتاكلوا. انا بعمل 3 وراك وبعمل دبوس عشان عندي ايه، عندي بنتي صغيره بتحب الدبابيس، ما بتحبش الوراك وما بتحبش الفراخ، يعني هي بتاكلش الا الدبوس في الفراخ كلها اهو. نعمل مساج حلو كده للفرخه، تتبلها حلو جدا والوراك بتاعتي اهو اهو. ونحط في الصينيه بتاعتنا. المهم ان احنا نعمل لها مساج حلو كده واحنا ايه، واحنا بنتبلها اهي. هعمل ايه بقى في الخلطه دي. هتترمي؟ لا طبعا مش هتترمي. ننضف بس حوالينا كده. هعمل ايه بقى في الخلطه بتاعتي دي. هروح نازله كده بيها على الفراخ بتاعتي طبعا، عشان هو ده الصوص بتاعي اللي انا هاكل منه طبعا على الفراخ بتاعتي او على الرز اهو. ولا هنحط لها بقى زيت ولا هنحط لها اي حاجه، هي هتنزل دهونها منها فيها وهتبقى بتلمع وهيبقى طعمها تحفه. الفراخ دي تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم بقى فيها اهي؟ ايه رايكم؟ بصوا صينيه بتتكلم عن نفسها، الطعم تحفه. هنسيبها بقى كده تتبل معانا حوالي نص ساعه، ونحطها على البوتاجاز من فوق. وهحطها معاكم برضه على البوتاجاز من فوق لما اجي ادخلها لما اجي احطها على البوتاجاز. بعد كده هندخلها على الفرن نحاول نحمر وشها. بصوا بقى يا جماعه، هي صينيه الفراخ بتاعتي هحطها على البوتاجاز من فوق، وافتح كده العين. انا عايزاها على نار عاليه في الاول، بعد كده اوطي النار عليها واكتم عليها الغطا، وهسيبها لحد ما تستوي سوا كامل، وبعد كده هدخلها تحت الشوايه ماشي. وممكن بقى تعملوا جنبها شويه ملوخيه وشويه رز، بقت اكله حلوه. ممكن تعملوا جنبها شويه رز بشعريه وتاكلوها كده مع الرز بالشعريه، وتاخدوا الصوص اللي هينزل منها على الرز تاكلوه او تغمسوه بالعيش. هيبقى طبعا هتبقى وجبه حلوه جدا، وهتبقى خفيفه وهتبقى جميله جدا. هسيبها بقى طبعا تستوي 10 دقايق كده ولا حاجه، وبعد كده هرجع لكم بقى تاني لما ادخلها الشوايه. بصوا يا جماعه، معايا اهي صينيه الفراخ بتاعتي اهي. بصوا استوت خالص اهي، وسامعين الطشطشه دي ان هي كده خلاص شربت ميتها وشربت كل السوائل اللي فيها. هاخدها بقى دلوقتي هدخلها فين، هدخلها الفرن تحت الشوايه، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. بصوا لونها جميل ازاي، لونها حلو جدا وطعمها تحفه. هدخلها بقى دلوقتي من الشوايه وهوريها لكم لما تطلع. بصوا بقى يا جماعه، صينيه الفراخ بتاعتي طلعت اهي او الوراك. بصوا شكلها حلو جدا، طعمها تحفه. بصوا لونها جميل جدا اهي، مع شويه بقى رز بشعريه مع بطاطس ممكن نحط تحتيها، تتاكل كده مع شويه ملوخيه وشويه رز وشويه سلطه او شويه مخلل، وبتبقى خفيفه وبتبقى طعمها حلو جدا. وقولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا طبعا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وان شاء الله كنا عند حسن ظنكم، وكل اسيبكم بقى في رعايه الله، وربنا معانا كلنا يا رب، ويحفظنا ويحفظ ولادنا. وهختم بقى معاكم الفيديو واقول لكم مع السلامه. مع السلامه.